بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. معادنا مع حل تمارين 6 من كتاب المعاصر على درس العمليات على الأعداد الصحيحة. أول سؤال عندنا بيقول: أكمل ما يأتيه. 4 زائد -3 بيساوي -3 زائد إيه؟ فبالتالي أكيد -3 زائد 4، لأن عملية الجمع عملية إبدالية في زد، أو زد إبدالية تحت عملية الجمع. السؤال التاني: 7 زائد إيه هيدينا الصفر اللي هو المحايد الجمعي. أكيد 7 زائد المعكوس الجمعي بتاعها اللي هو -7. -8 زائد نقط بيساوي المعكوس الجمعي اللي هو الصفر، يبقى أكيد المعكوس الجمعي -8 اللي هو الموجب 8. -9 زائد ايه هيدينا -9 برضو. يعني احنا جمعنا على التسعة عدد لم يغير في العدد -9 شيء، فأكيد هنجمع على -9 المحايد الجمعي اللي هو الصفر. 0 زائد ايه بيديني القيمة المطلقة -7. طبعا ممكن تبقى 0 زائد 7، لأن القيمة المطلقة -7 هي ال7، أو ممكن تكون برضو القيمة المطلقة -7 برضو. أي إجابتين صح، لأن الصفر أي حاجة هي نفس الحاجة. هنا عملية جمع ما بين الخمسة وال-8 والسبعة. نطبق خاصية الدمج، وبالتالي خلى السبعة أكيد مع -8، وطلع الخمسة لوحديها، فأكيد هنا -8. هنا برضو طبق خاصية المعكوس الجمعي والمحايد الجمعي، فأكيد -2 لما انجمعت على حاجة ادانا -2، يبقى اكيد المقدار ده كله بصفر. يبقى اكيد المعكوس الجمعي للخمسة انجمع على الخمسة، فالمعكوس الجمعي للخمسة هو -5. فبالتالي المقدار ده كله هيكون بصفر، -2 قيمتها لن تتغير بعد ما نجمع عليها المحايد الجمعي اللي هو الصفر. المعكوس الجمعي للعدد 10 هو طبعا -10. المحايد الجمعي في زد أي في مجموعة الأعداد الصحيحة طبعا هو الصفر. المعكوس الجمعي لعدد -7 هو -7. المعكوس الجمعي للصفر، الصفر هو معكوس جمعي نفسه، لأن الصفر برضو زائد الصفر بيساوي صفر. ناتج طرح -5 من 3 هو، يعني 3 ناقص أنا ده المطروح منه يبقى 3 هي المطروح منه، -5 هو المطروح، يبقى 3 ناقص -5، يعني بيساوي 3 زائد المعكوس الجمعي بقى -5 اللي هو الموجب 5، بيساوي 8. لأن عملية الطرح ممكن تعرفها بأن هي جمع المعكوس الجمعي للمطروح على المطروح منه، أو جمع المطروح منه على المعكوس الجمعي للمطروح اللي هو عندنا هنا -5. السؤال اللي بعد كده بيقول: استخدم خط الأعداد في إيجاد ناتج 4 زائد -3. أدي خط الأعداد، هنقف عند الصفر، هنروح للأربعة وهنجمع عليها -3. يبقى نتحرك يمين ولا شمال؟ لا، نتحرك ناحية الاتجاه السالب لخط الأعداد.
يبقى رحنا من الصفر للأربعة، ومن الأربعة هنتحرك 3 وحدات في الاتجاه السالب لخط الأعداد. أدي واحدة، أدي اتنين، أدي تلاتة. يبقى 4 زائد -3 أكيد بيساوي 1. بعد كده عاوز -4 يجمع عليها -2. أدي هنتحرك من الصفر، هنروح -4 اللي احنا هنبدأ عندها بقى عملية الجمع، وهنتحرك وحدتين ناحية الاتجاه السالب لخط الأعداد. يبقى هنتحرك، يبقى كأن خط الأعداد في هنا -6، وطبعا خط الإعداد ممتد طبعا، بس هو طلع قصير شوية، وبالتالي ناتج عملية الجمع هذه -6. بعد كده عاوز 8 ناقص 4، يعني 8 زائد -4. ادي الصفر، هنتحرك نروح لغاية ال8، وهنجمع على ال8 -4، يبقى هنتحرك 4 وحدات ناحية الاتجاه السالب لخط الأعداد. يبقى ادي 1 2 3 4. يبقى الناتج بتاعنا 8 زائد -4، أو 8 ناقص 4 ب4. بعد كده عاوز -2 ناقص -3. هنحول العملية دي الجمع، طبعا من الواضح إنها -2 زائد 3، لأن سالب في سالب بموجب، بس هنحولها الجمع، هنقول -2 زائد المعكوس الجمعي -3 اللي هو التلاتة. ادي الصفر، وهنروح -2، وبعدين هنجمع عليها 3، يبقى هنتحرك 3 وحدات ناحية الاتجاه الموجب لخط الأعداد. هنقف عند الواحد، ويبقى -3 زائد 2 هيساوي -1. اوجد ناتج كل مما يأتي. 6 زائد -4، كأن -4 اعتبرهم -4 وحدات، هيلغوا 4 وحدات موجبة من ال6، هيتفضل عندك طبعا 2. يبقى الناتج عملية الجمع دي هي 2. هنا -4 ناقص 5، كأنك بتقول -4 زائد المعكوس الجمعي للموجب 5 اللي هو -5، وبالتالي -4 زائد -5 هيديك -9. وهنا -2 زائد -1، يبقى أكيد سوالب مع بعضها هتديك -3. وهنا 7 زائد -7، العدد ومعكوسه الجمعي هيديك المحايد الجمعي اللي هو الصفر. بعد كده 18 ناقص 40، اعتبر ال 18 وحدة دول 18 وحدة موجبة، والسالب 40 -40 وحدة سالبة، وبالتالي ال 18 وحدة موجبة هيلغوا قصادهم 18 وحدة سالبة من 40، هيتفضل عندنا 22 وحدة سالبة. يعني 18 ناقص 40 بسالب 22. وهنا كذلك السالب 37 زائد ال59 هيدينا 20 22 طبعا بالموجب. وهنا 9 ناقص -105،
يعني كأنك بتجمع التسعة على المعكوس الجمعي لل105، يبقى 114 بنوك. وهنا -17 ناقص -24، كأنك بتجمع -17 زائد المعكوس الجمعي -24، يعني زائد 24. يبقى هيديك 3 و4 7، هيديك موجب 7. وهنا -73. هتحولها بقى لعملية جمع، زائد المعكوس الجمعي للسالب 73، يعني زائد 73. يبقى عدده معكوسه الجمعي هيديك المحايد الجمعي اللي هو الصفر. وهنا الصفر ناقص -3، يعني صفر زائد موجب 3، يعني ب3. وهنا ال33 ناقص القيمة المطلقة لسالب 11، أو مقياس سالب 11 طبعا ب11. وبالتالي 33 ناقص 11 بموجب 22. وهنا مقياس -14، أو القيمة المطلقة لسالب 14 ب14، ناقص القيمة المطلقة لسالب 28 هيدي -14. اكتب اسم الخاصية المستخدمة في كل مما يأتي. -5 زائد 3 بيساوي 3 زائد -5. هو عمل هنا إبدال في عملية الجمع، يبقى خاصية جاب -5 مكان جاب ال3 مكان -5، والسالب 5 مكان ال3، فبالتالي هنا خاصية الإبدال. وهنا عدد زائد معكوسه الجمعي هيديك المحايد الجمعي، يبقى دي خاصية المعكوس الجمعي. وهنا برضو عدد ومعكوسه الجمعي، يبقى دي برضو خاصية المعكوس الجمعي. وهنا -10 زائد 5 زائد 3 خلى -10 وجمع عليها ال5 لوحديهم، وبعدين جمع عليهم ال3. وهنا فصل ال3 وال5 لوحديهم وجمع عليهم -10. وبالتالي هنا عمل خاصية الدمج، أو طبق خاصية الدمج في عملية الجمع. وهنا جمع المعكوس الجمعي على أي عدد ادانا نفس العدد، وبالتالي هنا المحايد الجمعي قصدي جمعه على أي عدد اداك نفس العدد، يبقى دي خاصية المحايد الجمعي. استخدم خواص عملية الجمع في زد في إيجاد ناتج كل مما يأتي. -6 زائد -13 زائد 6. احنا أول ما نبص نلاقي إن -6 والموجب 6 الاتنين معكوسين جمعيين لبعض، فنخليهم جنب بعض. يعني نعمل الأول عملية إبدال، وبعدين نجيب قيمتهم مع بعض، يعني عملية دمج، ونستخدم خاصية المعكوس الجمعي، وبعدين خاصية المحايد الجمعي، ونجيب نتيجة هذا المقدار أو ناتج هذا المقدار. يبقى -6 زائد -13 زائد 6 بيساوي، هنجيب الموجب 6 مكان -13، يبقى -6 زائد ال6 زائد -13. ونبقى هنا عملنا عملية إبدال. ولو انت في امتحان يا ريت تكتب له، تعمل له قوس كده. احنا هنا عملنا عملية إبدال، وبعدين تروح جايب قيمة الاتنين دول مع بعض. -6
زائد 6 في قوس كده زائد سالب 13. ونبقى هنا عملنا عملية دمج، وهنا دول بيساوي صفر. زائد سالب 13. وهنا طبقنا خاصية المعكوس الجمعي، لأن السالب 6 والموجب 6 معكوسين جامعين على بعض. أما في آخر خطوة بقى طبعا الصفر محايد جمعي، وبالتالي النتيجة هنا هتكون سالب 13. ويبقى هنا طبقنا خاصية المحايد الجمعي. يا ريت لو انت في امتحان تكتب له هذه الخطوات بالتفصيل عشان ما ينقص منك درجات. بعد كده السالب 7 زائد 2 زائد سالب 13. سالب 7 زائد 2 زائد سالب 13. طبعا هنا السالب 7 والسالب 13 الاتنين بسالب 20، يبقى نجيبهم جنب بعض ويبقى عملنا عملية إبدال. ما جبنا السالب 13 مكان الاتنين، يبقى السالب 7 زائد السالب 13 زائد 2، ويبقى عملنا عملية إبدال. وبعد كده ناخدهم الاتنين دول مع بعض في قوس، يبقى عملنا عملية دمج. سالب 7 يعني نجيب قيمتهم الاتنين الأول مع بعض. دي عملية دمج. بيساوي سالب 20 زائد 2 بيساوي سالب 18. ويبقى طبقنا خواص عملية الجمع اللي هي الإبدال والدمج على هذه المسألة. طبعا ما عرفناش نطبق بقية الخواص، المعكوس الجمعي والمحايد الجمعي. بعد كده المسألة اللي هي 5 زائد سالب 3 زائد 7 زائد سالب 9. 5 زائد سالب 3 زائد 7 زائد سالب 9 زائد 7 زائد سالب 9. طبعا احنا لو نلاحظ ان السالب 3 والسالب 9 الاتنين بسالب 12، والخمسة والسبعة مع بعض بموجب 12، يبقى نجيب كل حاجة حاجتين مع بعض جنب بعض بقى ونعمل عملية إبدال. يبقى الخمسة هنخليها مع السبعة زائد سالب 3 جنب بقى السالب 9، ويبقى عملنا هنا عملية إبدال. بيساوي 5 زائد 7 نخليهم الاتنين قيمتهم نتيجتهم أو ناتج جمعهم مع بعض، زائد سالب 3 زائد سالب 9 مع بعض، ونبقى عملنا عملية دمج. بيساوي 5 وسبعة 12، وهنا سالب 12 زائد سالب 12، وطبعا الاتنين دول معكوسين جمعيين لبعض يبقى بيساوي الصفر. يبقى طبقنا خاصية المعكوس الجمعي. بعد كده 25 زائد سالب 8 ناقص 25 زائد 7. طبعا هنجيب المعكوسين الجمعيين دول جنب بعض، يبقى 25 زائد سالب 8
ناقص أو زائد -25 زائد 7 بيساوي. هنجيب المعكوسين الجمعيين دول جنب بعض، يبقى 25 زائد -25 زائد -8 زائد 7. ويبقى هنا طبقنا خاصية الإبدال بيساوي 25 زائد -25، ونجيب قيمتهم مع بعض، زائد ال -8 زائد 7، نجيب قيمتهم مع بعض، ونبقى هنا عملنا عملية دمج. هنا بيساوي طبعا عدده معكوسه الجمعي بيساوي 0 زائد -8 زائد 7، يعني زائد -1. وهنا طبقنا خاصية المعكوس الجمعي، إن عددين معكوسين لبعض حاصل جمعهم 0. وهنا طبعا 0 زائد -1 بسالب 1. وهنا طبعا طبقنا خاصية المحايد الجمعي، إن المحايد الجمعي اللي هو الصفر لما ينجمع على أي حاجة لا يؤثر في عملية الجمع. بعد كده المسألة -74 زائد 65 زائد 74 زائد -65. طبعا في هنا عددين، كل عددين معكوسين جمعين كل واحد فيهم معكوس جمع للآخر، ال 74 والسالب 74 وال 65 والسالب 65. يبقى المسألة دي -74 أو بلاش الأقواس طالما في أول المسألة، زائد 65 زائد 74 زائد -65 بيساوي. هجيب كل معكوسين جمعين جنب بعض، -74 زائد 74 زائد 65 زائد -65. هنا عملنا عملية أو طبقنا خاصية الإبدال. وطبعا هنجيب قيمة الاتنين لوحديهم دول وقيمة الاتنين دول لوحدهم، ونعمل خاصية الدمج بقى، نجيب الاتنين دول مع بعض، -74 زائد 74 زائد 65 زائد -65، ونبقى عملنا أو طبقنا خاصية الدمج بيساوي 0 زائد 0. يبقى طبقنا خاصية المعكوس الجمعي، إن المعكوس الجمعي للعدد لو انجمع عليه بيديك المحايد الجمعي. خاصية المعكوس الجمعي، وهنا بيساوي 0. وطبعا الصفر هو معكوس جمعي للصفر أيضا. بعد كده المسألة رقم 6، 2025 زائد 13 زائد -2025. يبقى 2025 زائد
13 زائد سالب 2025 هيساوي، هنجيب السالب 2025 دي مكان ال 13 يبقى 2025 زائد سالب 2025 وبعدين الزائد 13 ويبقى طبقنا هنا خاصية الايه؟ الإبدال، ونجيب قيمة الاتنين دول مع بعض، يعني نحطهم مع بعض ويبقى طبقنا خاصية الدمج. وطبعا قيمة الاتنين دول عشان هما معكوسين جامعين لبعض فبالتالي قيمتهم صفر زائد 13 ويبقى طبقنا هنا خاصية المعكوس الجمعي. وبما أن الصفر محايد جمعي يبقى ناتج العملية دي 13 ويبقى طبقنا هنا خاصية المحايد الجمعي. إذا كانت B بتساوي سالب 5 و A بتساوي 15 فأوجد الناتج في كل مما يلي. 1. القيمة المطلقة ل9 ناقص A، يبقى قيمة هذا المقدار بتساوي القيمة المطلقة، هنعوض عن A بقيمتها يبقى 9 ناقص 15 يبقى بتساوي القيمة المطلقة ل9 زائد سالب 15. القيمة المطلقة 9 زائد سالب 15 بسالب 6، يبقى القيمة المطلقة لسالب 6 دي بتساوي موجب 6. القيمة المطلقة لأي عدد سالب هو نفس العدد بالموجب، والقيمة المطلقة لأي عدد موجب هو نفس العدد بالموجب برضو، والقيمة المطلقة للصفر طبعا صفر. نشوف المسألة التانية. A ناقص B بتساوي ادي ال A ب15 ناقص B اللي هي سالب 5، يعني بتساوي 15. حول عملية الطرح دي الجمع يبقى زائد المعكوس الجمعي سالب 5 يعني موجب 5 يبقى بيساوي 20. المسألة دي كانت مسألة رقم 3. المسألة رقم 2 اللي هي بقى مقياس 3 ناقص B، وبي عندي بسالب 5 يعني هتساوي القيمة المطلقة أو مقياس 3 زائد بقى المعكوس الجمعي لسالب 5. مقياس 3 زائد 5 يعني بيساوي مقياس 8، يعني بيساوي طبعا القيمة المطلقة لأي عدد موجب هو نفس العدد بالموجب طبعا، والقيمة المطلقة لأي عدد سالب هو نفس العدد بالموجب. المسألة B ناقص سالب A بتساوي البي بسالب 5 ناقص سالب A يعني سالب 15 هتساوي سالب 5 زائد بقى المعكوس الجمعي للسالب 15 زائد 15 يعني بتساوي سالب 5 زائد 15 يعني موجب 10. المسألة اللي بعد كده إذا كانت A بتساوي 3 و B بتساوي سالب 4 و C بتساوي سالب 2 فأوجد قيمة كل مما يأتي. أدي 1 A زائد B زائد C، A زائد B
زائد سي بيساوي الايه ب3 زائد البي بسالب 4 زائد السي بسالب 2 3 زائد سالب 4 بسالب 1 وسالب 1 زائد سالب 2 بسالب 3. بعد كده A ناقص B زائد السي بيساوي ال A ب3 ناقص ال B، يعني ال B بسالب 4 زائد السي زائد سالب 2 بيساوي. حول عملية الطرح دي لعملية جمع، يبقى بيساوي 3 زائد السالب 4 المعكوس الجمعي لسالب 4، يبقى 3 زائد 4 زائد سالب 2، يبقى بيساوي 3 زائد 4 7 زائد سالب 2، يبقى الناتج موجب 5. المسألة رقم 3 A ناقص ال B ناقص ال C بيساوي ال A ب3 ناقص ال B بسالب 4 وال C بسالب 2، يبقى ناقص سالب 2 بيساوي. حول عملية الطرح دي لعملية جمع، 3 زائد المعكوس الجمعي ل4 خلينا نخلي دي الأول، خليها زي ما هي دلوقتي، يبقى بيساوي 7. وحول الطرح ده الجمع، زائد المعكوس الجمعي لسالب 2 ب2 يعني بيساوي 9. السؤال اللي بعد كده بيقول لك تحقق من صحة العبارتين التاليتين: المعكوس الجمعي لعدد صحيح لا يكون سالبا دائما. فعلا العبارة دي مظبوطة. ليه؟ لأن الأعداد الصحيحة ممكن تكون موجبة وممكن سالبة وممكن تكون صفر. دول الثلاث أنواع من الأعداد الصحيحة. فالعدد الصحيح الموجب معكوسه الجمعي سالب دائما، أما السالب فالمعكوس الجمعي ليه موجب دائما، أما الصفر فمعكوسه الجمعي صفر. فبالتالي فعلا المعكوس الجمعي لعدد صحيح لا يكون سالبا دائما، ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب وممكن يكون صفر في حالة واحدة، ده في حالة واحدة بس، لو كان العدد الصحيح اللي عندي هو الصفر. هل دائما المعكوس الجمعي للعدد سالب ايه هو القيمة المطلقة لسالب ايه؟ لا طبعا، مش دايما. العبارة دي صحيحة في حالة واحدة فقط، لو كان ايه ده عدد صحيح موجب. فبالتالي المعكوس الجمعي للسالب بتاعه هو بيبقى عدد موجب. مقياس سالب ايه هيديك ايه، مقياس سالب ايه هيديك ايه. فبالتالي هيبقى المعكوس الجمعي السالب ايه هو الايه. لو كان ايه ده عدد صحيح موجب، يبقى السالب بتاعه معكوس الجمعي هيساوي ايه اللي هو مقياس سالب ايه. اما لو ايه ده عدد صحيح سالب، يبقى السالب بتاعه عدد موجب، يبقى مش هينفع يكون المعكوس بتاعه القيمة المطلقة لسالب ايه، لان هيديني برضو ان المعكوس الجمعي بتاعه ايه برضو. يبقى العبارة دي صحيحة فقط لو ايه ده عدد صحيح موجب، يبقى السالب بتاعه معكوسه الجمعي هو ايه. اما لو كان عدد صحيح سالب، فبالتالي سالب
سالب ايه يبقى عدد موجب، يبقى معكوس الجمع مش هيبقى مقياس سالب ايه، وبالتالي المفروض يبقى معكوس الجمعي سالب ايه، مش مقياس او القيمة المطلقة لسالب ايه. يبقى العبارة ديت ليست صحيحة، وليس دائما المعكوس الجمعي للعدد سالب ايه هو مقياس سالب ايه، لان ممكن يكون ايه ده عدد سالب، فسالب في سالب هيدينا ان موجب، فمقياس العدد الموجب هيبقى سالب مش القيمة المطلقة لسالب ايه. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا. برضو انا لو كان ايه ده عدد صحيح موجب، فالمعكوس الجمعي لسالب ايه هو مقياس سالب ايه، يعني هيساوي ايه، ده لو ايه ده عدد صحيح موجب. طيب لو ايه عدد صحيح سالب، يبقى سالب ايه سالب في سالب ايه، فبالتالي المقياس بتاعه ده هيدينا ايه، فالمعكوس الجمعي بتاعه هيكون سالب ايه، مش القيمة المطلقة لسالب ايه. فالعبارة دي فقط في حالة الأعداد الصحيحة الموجبة مش السالبة. لو ايه ده بالسالب، فسالب ايه ده هيديك عدد موجب، معكوسه مش هيكون القيمة المطلقة لسالب ايه، معكوسه هيكون سالب ايه على طول، لأن القيمة المطلقة لسالب ايه هتديك عدد موجب اللي هو ايه. المسألة اللي بعد كده بيقول لك اكتشف الخطأ في كل مما يلي وقم بالتصويب. 9 زائد سالب 12 بيساوي 21. لا طبعا 9 زائد سالب 12 بيساوي سالب 3، لأن التسعة طبعا اعتبرها 9 وحدات موجبة، ألغت 9 وحدات سالبة من العدد سالب 12، فضل سالب 3، وهنا سالب وسالب هيديك سالب 8 مش سالب 2، وهنا سالب برضو وسالب هيديك سالب 17 مش 17، سالب 13 وسالب 4 يبقى سالب 17. المسألة اللي بعد كده في مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء سجلت درجة الحرارة العظمى في أحد أيام الشتاء 11 درجة مئوية، ثم انخفضت أثناء الليل 15 درجة مئوية لتصبح أقل درجة حرارة لهذه المدينة. أوجد هذه الدرجة مستخدما جمع الأعداء، يعني عملية الجمع. طبعا درجة الحرارة بالنهار 11، وبالتالي انخفضت، يعني هنشيل من ال 11 دي سالب 15 درجة، يعني هنجمع على ال 11 سالب 15 أو هنشيل منها سالب 15. يبقى درجة الحرارة ليلا هتساوي سالب 4 درجة مئوية. ده طبعا إذا احنا اعتبرنا إن الانخفاض في درجة الحرارة هو الاتجاه في الاتجاه السالب لخط الأعداد مثلا، والارتفاع في درجة الحرارة وإنك بتتجه خطوات في الاتجاه الموجب لخط الأعداد، فالانخفاض في درجة الحرارة كأنك بتمشي في الاتجاه السالب بالنسبة لدرجات الحرارة. يبقى جمعنا 11 زائد سالب 15، يعني هنا سالب 15 حصل انخفاض أو حصل اتجاه سالب لمستوى الترمومتر بتاعك لو انت تخيلت هذا الترمومتر. غواصة على عمق 90 متر تحت مستوى سطح البحر ارتفعت 60 متر إلى أعلى. أوجد العمق الجديد للغواصة. هنعتبر إن مستوى سطح البحر ده المستوى الصفر، تخيلوا كده زي مستوى زي مكان العدد صفر على خط الأعداد. لما يحصل ارتفاع لفوق كأن احنا بيحصل عملية تحرك ناحية الاتجاه الموجب،
ولو حصل انخفاض لتحت يبقى تحرك ناحية الاتجاه السالب. يبقى الغواصة على عمق 90 متر، يبقى هي على عمق -90 أو اعتبرها عند العدد -90. ارتفع 60 متر يبقى تحركت ناحية الاتجاه الموجب اللي احنا اعتبرناه فوق مستوى سطح البحر أو ناحية أعلى. احنا اعتبرنا الاتجاه الموجب فوق مستوى سطح البحر، والاتجاه السالب تحت مستوى سطح البحر، كأن خط أعداد والصفر في المنتصف. لما تتحرك كده بتتحرك ناحية الاتجاه الموجب بتبقى بعلامة موجبة، ولما تتحرك كده بتبقى بعلامة سالبة. وبالتالي السالب 90 هنجمع عليها موجب 60، يبقى الارتفاع بتاع الغواصة دي -30. وبالتالي بس ما زال تحت مستوى سطح البحر، يعني ارتفاع هذه الغواصة 30 متر تحت مستوى سطح البحر. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من تمارين 6، تمارين كتاب المعاصر على درس العمليات على الأعداد الصحيحة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.